نفس الحكاية بلسان الزمن وعين المكان. رغم اختلاف القصص وتغير الأجيال، وأحداثها زي دايرة بين عقربين اتجاهاتهم عكس بعض، منهم الصح والغلط، لكن حكايتك مقياسها واتجاهها بيكون حسب قرارك. هتلاقي عنوان حكايتك في صفحات الكتاب وباب الحكاية مفتوح. ويا ترى هتعملي سطر جديد ولا هتكملي حكاية من سجل الحكايات اللي بيتكرر؟ وجود الكتاب جزء من حكايتك في الأساس، لكن هل كانت حكايته البسيطة ليها تأثير عليكي؟ ويلا بينا نشوف حكاية نور في آخر صفحاتي. نور لقت نفسها وسط مشهد بيتلاشى بعد ما لمست صفحتها في الكتاب وبقت لوحدها في المكان، لأن الحكايات خلصت في الكتاب وصفحتها فاضية. المكان والزمن مش ليها، وإزاي هتحكي حكايتها لوحدها وبقت مش عارفة تروح فين؟ أصل إزاي هيكون ليها حكاية من غير ناس تأثر فيهم زي ما حكايتهم أثرت فيها؟ فنور قررت أثرها يكون كلمات من حبر على الجدران، وكانت أول كلماتها: بعض الكلمات نور وبعض الكلمات قبور، وإن كنت وحدك في الزمان والمكان فلا تقف لأنك جزء من الحياة. فكل شخص بيكمل اللي قبله. سيب بصمة في المكان يحكيها عنك الزمن. ستأتي علينا أيام تموت فيها أنفس ويشهد عليها العيان، ومع ذلك سيكمل كل منهم طريقه. إذا شهدت تلك الأيام مثلي فانطق بحقهم ولو بكلمة، فهي حق سنحاسب عليه جميعا أمام الله. وآخر كلماتي من نور: لا أملك بعد. حكاية بسيطة مؤثرة كالتي شهدتها هنا، لكن ما تعلمته منهم لحكايتي أن أترك أثراً بسيطاً يتحدث عنا وعنهم. ولو كنت وحدي أتكلم سأدون تلك الكلمات على حجر أصم ينطقوه عني أبد الدهر، لكل جيل وفي كل حين. وبكده تكون حكاية كود نور اكتملت. لكن الكتاب حب يهديها آخر هدية قبل ما تروح بيتها، وهي أول صلاة عيد تجمع بين شخصيات الكتاب ورؤية تلك الأجواء الكريمة في ذلك الحين. نبدأ بالست فاطمة اللي كانت بتعمل الكحك والبسكوت مع جيرانها في الشارع وبتوزع على الكل كعادتها الكريمة. والعم إدريس ما زال بيوزع أكياس الأكل على الناس، وكله مكمل في دايرة الخير اللي متوصلة بينا. والعم هلال العطار والعم داود اللبان والطفل اللي تعتبره زي ابنه خير وبيختار الناس اللي تكمل طريقه. حتى ريكو اتأثر بحكاوي الزمن وتشكل بيها، لكن لما تروح البيت هيرجع تاني الصوت من غير ذاكرة، لأن الحكايات دي خاصة بطريقك انتي بس يا نور. ودلوقتي الكل كمل طريقه واكتملت الحكايات، لكن لسه للحديث بقية. ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك. ودلوقتي هحكي لكم حكاية حد عاشها أو يعرف حد عاشها، لأننا في النهاية سجل الحكايات بعض. حكاية نور خلصت لما لقيت كود طريقها جوه الخطأ التقني اللي اتسحبت فيه. ويا ترى الكود الجاي هيكون كود مين؟ وكل سنة وانتوا طيبين. السلام عليكم